اخر حاجه شفناها في الفيديو اللي فات ملي طلب سكار من سرابي انها تتزوج بيه وهي رفضات، وسكار كيامر الضباع باش ياكلوا الثور وما يخلوا الاسود والو. ومن بعده في الليل نالا ما كانش عاجبها هذا الوضع، كتسنى كلشي حتى كينعس في الليل وكتمشي من المملكه باش تطلب المساعده من خارج المملكه. اما سيمبا فكيكون عايش حياته بشكل طبيعي وكيلعب مع الحشرات، كيكون كيهضر مع تيمون وبومبا على الحياه، وتيمون وبومبا كيقولوا انه خاص كل واحد يعيش حياته وما ياثرش على حياه شي واحد اخر، خاصو يعيش ويموت وهو ما مسوق لحتى حاجه، حيت الحياه ما عندهاش قيمه. هادشي علاش ما تهتمش شي حاجه من غير راسك، وكيكون عندهم الحق. وسيمبا كيقتنع بالكلام ديالهم وهما كيسولوا انت باش حاس دابا، وهو كيجاوبهم وكيقول لهم انا حاس ما خاصني ندير حتى حاجه في حياتي، وهما كيحيوه حيت الاجابه ديالو كتكون صحيحه زعما. ومن بعد كيبداو ياكلوا في الدود مع بعضياتهم. في الليل كيكون سيمبا بارك بوحدو وكيشوف في السماء، كيتفكر بواه وكينعس شويه وكطيح منه واحد الخصله من الشعر ديالو، وهاد الخصله كطير وكتلاح في الواد، وكيجي واحد الطائر وكيهزها وكيطير بها، ومن بعد كطيح منه والخصله كتبقى مسافره في الصحراء حتى كتوصل لاخر حاجه الارض العزه. كتبقى طير في الهواء وكياخذ النمل وكيطلع لاعلى الشجره، وكتوصل لقرد رفيقي. ورفيقي ملي كيشوف هاد الخصله كيعرف انها ديال سيمبا، كيفرح ان سيمبا باقي عايش. في الجهه الاخرى تيمون وبومبا والحيوانات كانوا كيتمشوا بسلام، وفجاه كتخرج ليهم نالا وكتبدا تهجم عليهم، وكطارد تيمون وبومبا. كان غادي تهجم على بومبا ولكن سيمبا كيتدخل وكيحبسها وكيشابك مع نالا وكيبداو يتضاربوا، وكانوا باقيين ما عرفوش بعضياتهم. ولكن ملي نالا كطيحوا بهذا الشكل كتفكروا حيت كانت كطيحوا بنفس الطريقه شحال هادي، وكيفرحوا ملي كيعرفوا بعضياتهم. وسيمبا كيعرف تيمون وبومبا على نالا وكيقولوا لنالا ان هاد الغابه غادي تعجبها بزاف، وهي كتقول ليه حنا خاصنا نمشيو دابا، وكتقول ليه ان سكار سيطر على المملكه بالمساعده ديال الضباع، وكتقول ليه انت خاصك ترجع العرش ديالك. ولكن سيمبا ما كانش موافق على الهضره ديالها، كيكون باقي حاس بالذنب على الوفاه ديال بواه. كيقول لها ان هاد الغابه هي البلاد ديالو دابا، طلب منها باش تعيش معاه وغادي تفرح. كياخذها وكيوريها الغابه وكيوريها المناظر الطبيعيه، كيبان انهم مازال كيبغوا بعضياتهم، وهي حتى هي كتعجبها البلاصه بزاف. وكتسولو وكتقول ليه طالما انك عايش هاد الفتره كامله علاش ما رجعتيش للمملكه؟ سيمبا قال لها ان المملكه غادي تكون احسن من غيري، قال لها انا ما باغيش نرجع لتما مره اخرى. ونالا قالت ليه ان سكار هلك الارض العزه، طلب منه باش يرجع ويتحدى سكار وياخذ العرش ديالو، حيت كيكون دابا ماشي بمبدا هاكونا ماتاتا، وانه ما يهتمش لشي حاجه اخرى من غير راسو. كيقول لي انا مبقيتش كنشغل بالي باي مساكين حيت المساكين ما عندهم باش يفيدوا. ونالا كتستغرب وكتقول لي انت ماشي سيمبا اللي كنت عارفه. كتقول لي انا جيت هنا باش نطلب مساعده من اي حيوان، ولكن دابا كيبان لي انني كنت غلطانه. وكتحس بالاحباط من جهته وكتودع وكتمشي. وكيكون سيمبا كيتمشى في الغابه وكيتفكر في الهضره اللي قالت ليه، وبينما وهو كيتمشى كيتلاقى مع رفيقي. سيمبا ما كيتفكروش وكيتعامل معاه على انه مجرد حيوان عادي، ورفيقي كينقز قدامه كيقول ليه انا غادي نعاونك باش تعرف راسك. وسيمبا ما كيهتمش الهضره اللي قال ليه وكيصحاب ليه انه مصدق. كيقول ليه رفيقي انا هزيت الابن ديال مفاسا فيدي. وسيمبا كيوقف وكيتلفت ليه وكيقول ليه واش انت كتعرف بويا؟ ورفيقي كيقول ليه انا كنعرف بواك مزيان. كيقول ليه غير باش تعرف بواك باقي عايش. كيقول ليه اجي ورايا باش تلاقى معاه. سيمبا كيفرح بزاف وكيبدا يجري ورا رفيقي حتى كيوصلوا للواد ديال الماء. ورفيقي كيقول ليه ان مفاسا كان كيتسناك من شحال هادي، كيخليه يشوف الانعكاس ديالو في الماء. وكيقول ليه مفاسا عايش في الداخل ديالها. فجاه واحد العاصفه كتشكل في السماء ومفاسا كيكون كيدوي من الخلال ديالها. كيقول سيمبا انت خاصك ترجع العرش ديالك حيت هي هذه الدوره ديال الحياه ديالك، خاصك تبقى ديما عاقل انني غادي نكون ديما في الجنب، وخاصك تبقى ديما مفكر انك انت هو الملك. سيمبا كيتاثر بالهضره ديال بواه، كيقرر باش يرجع للمملكه ويرجع الحق ديالو. كيبقى فوق واحد التله وكيبدا يعيط، كيبدا يجري بسرعه كبيره باش يلحق نالا. ومن بعد عده ساعات من الجري كيوصل لنالا وكيقول لها انه غير القرار ديالو. كيبقاو يجروا بسرعه حتى كيوصلوا للمملكه. وسيمبا كيشوف الوضع السيء اللي ولات عليه المملكه، وكيتفكر الهضره ديال بواه ملي قال ليه انه خاص يحمي ارض العزه ويحمي كل شيء فيها. كيوصل عندهم زازو وكان فرحان حيت شاف سيمبا مره اخرى. وتيمون وبومبا حتى هما كيوصلوا عليهم وكيقولوا لسيمبا حنا غادي نتقاتلوا معاك. كيلاحظ سيمبا ان الضباع في كل بلاصه في المملكه، وكيقول تيمون وسيمبا باش يستفزوا الضباع ويجروهم لعندهم باش يقدر هو يدخل المملكه. تيمون وبومبا كيوافقوا وكيدخلوا وكيوقفوا قدام الضباع، والضباع كيطيحوا في الفخ وكيبداو يجروا من وراهم. وبهذا الشيء الطريق كتبقى خاويه قدام سيمبا ونالا. كنشوفوا رفيقي حتى هو كيجبد العصا ديالو حيت حتى هو باغي يشارك في القتال. في نفس الوقت كنشوفوا سكار وهو مازال كيطلب لسرابي باش تزوج به، وسرابي كترفض وكتقول ليه انت مجرد نكره قدام مفاسا. سكار كيتعصب وكيهجم عليه. وفي هذا الوقت سيمبا كيوصل وكيامرو باش يبعد على امه وكيتقدم في اتجاه ديال
الحلم، وسارابي ما كتكونش مشيقة ان سيمبا باقي حي. وسيمبا كيقول سكار عطيني سبب واحد يخليني ما نقتلك. وسكار كيقول ليه انه كاين سبب واحد وهو انك ما غاديش تقدر تقرب لجيتي حيت الضباع في الصف ديالي. ونالا كتقول ليه ان الفترة ديالك كملك صافي سالات حيت الملك الحقيقي ها هو وصل، وكيكونوا كاع الاسود اللي كاينين تما مستعدين باش يتقاتلوا مع سيمبا. وسكار كيقول لهم علاش غادي نخدموا العنف، انا ما باغي نقتل حتى واحد من العائله ديالي. وكيبدا سكار يقلب الامور على سيمبا وكيقول امام الاسود ان سيمبا هو السبب في موت مفاصل. وسيمبا كيعترف وكيقول لهم انا السبب، ولكن هذه كانت مجرد حادثه. وسكار كيستغل الموقف وكيبقى يلعب ليه على النفسيه ديالو وكيقرب منه وكيقول ليه انت قاتل ما تستحقش باش تكون الملك. وسيمبا حيت قلبه ابيض ما عرفش يرد عليه، كيبقى يتراجع حتى كان غادي يطيح من فوق التله حتى هو. سكار كيتفكر المنظر ديال مفاصل من طاح بحال هذا الشكل وكيقول لي انا فايت شفت بحال هاد النظره من قبل ما يموت مفاصل. وكيحط يديه عليه وكيقول لي انا اللي قتلت مفاصل. وسيمبا كيتعصب وكيشدو من لحيته وكيطلع وكيقول لكل شيء ان سكار هو اللي قتل بوايا. والاسود كاملين كيتيقوا الهضره ديال سيمبا. سكار كيامر الضباع باش يهجموا عليهم، وسيمبا حتى هو كيبدا يهجم عليهم بكل القوه ديالو. والاسود كاملين حتى هما كينضموا للمعركه، ونالا حتى هي كتعاون سيمبا وكتهجم على الضباع. اما تيمون وبومبا حتى هما كيلقاو راسهم محاصرين من كل اتجاه من طرف الضباع، ولكن تيمون بكل شجاعه كيهجم عليهم وكيبدا يضرب فيهم. وفي الجهه الاخرى كنشوفوا نالا وهي كتقاتل حتى هي مع شينزي، وحتى زازو كينضم للمعركه وكيدير داكشي اللي كيقدر عليه. ولكن حتى الحاصله خايبه وكانوا الضباع غاديين ياكلوه. كيجي القرد رفيقي حتى هو وكيعاتقو وكيضربهم بالعصا ديالو. والمعركه في الجهه الاخرى كتكون مشتعله، ونالا كتقدر تعض شينزي وكتلوحها من فوق الجبل. والاسود كيقدروا انهم يتفوقوا على الضباع، والضباع كيعرفوا انهم ما غاديينش يقدروا ينتصروا على الاسود وكيقرروا باش ينسحبوا من المعركه. سكار حتى هو كيقرر باش يهرب حيت عرف انه غادي يخسر. وسيمبا ما كيتفاكش معاه وكيتبعوا من وراه كيواصلوا لواحد الطريق مسدوده. وهنا سكار كيبدا يطلب منه الرحمه وكيقول ليه ان الضباع هما اللي تمردوا وهم السبب في كل شيء، وقال ليه انهم هما اللي جبروه باش يقتل بواه، وانا كنت كنتسنى في الوقت المناسب باش نقتلهم. وهاد الهضره الضباع كانوا كيسمعوا فيها كامل. سيمبا حتى هو ما كيتيقش بالهضره ديال سكار. سكار كيقول ليه مستحيل انك تقتل العم ديالك الوحيد. وسيمبا كيقول ليه لا انا ماشي بحالك وما غاديش نقتلك، انا كل ما باغي منك هو انك تمشي من المملكه وما ترجعش مره اخرى للمملكه. وهاد الهضره كتكون هي نفسها اللي كان قال ليه سكار ملي كان مات مفاصل. سكار كيمثل انه غادي يسمع الهضره ديالو وكان غادي ماشي، ولكن فجاه كيلوع عليه الجمر اللي كان في الارض وكيهجم عليه وكان غادي يلوحو من الفوق. ولكن سيمبا شد راسو ورجع وكتوقع بيناتهم معركه وكيبقاو يتضاربوا بيناتهم كل القوه ديالهم. في الاخر سكار كيزلق وكيطيح من فوق التله وسيمبا كيخاف عليه، ولكن سكار كيكون باقي عايش وما كانش مات. وملي كينوض كيلقى الضباع دايرين به، وسكار كيقول لهم مع غدياتنا غادي نبنيو جيش قوي وغادي نرجعوا الحق ديالنا. ولكن الضباع كيقولوا ليه انت قلتي علينا متمردين وقلتي انك كنتي كتسنى في الوقت المناسب باش تصفي علينا. وشينزي حتى هي كتبان وباقا عايش. وسكار كيقول لهم انا كنت غير كنقاولوا في سيمبا صافي. والضباع ما كيتيقوش بيه وكيهجموا عليه. في الاخر كيقتلوه، ومن بعد ما كتنتهي المعركه كتصب عليهم الشوكه طفي العافيه اللي كانت شاعله. وسيمبا كيسلم على الاسود كاملين، ورفيقي كيمشي عند سيمبا وكيعينوا الملك الجديد. وسيمبا كيطلع فوق الصخره وكيشوف في السماء وكيتفكر الهضره ديال بواه وكيبدا يزعر. ومن بعد فتره كيجوا الحيوانات كاملين باش يباركوا لسيمبا حيت كيكون ولد واحد الشبل هو ونالا، وكتكون المملكه عاوتاني راجعه في العصر ديال الرخاء. وهنا كنكونوا وصلنا لنهايه ديال الجزء الاول. تناونا في الجزء الثاني اللي حتى هو غادي نحطوه قريب. وإلا عجبك الفيديو ما تنساش دير لايك كومنت بارطاج مع صحابك وتهلاو.